الو، معالي الاستاذ فادي يوسف، مؤسس ائتلاف اباط مصر. كنا بنتابع مع حضرتك موقع الحق والضلال بخصوص موقفكم من الخطاب التاريخي بتاع الفريق الاول عبد الفتاح السيسي. موقفكم منه ايه؟ موقفكم يوم الجمعه من المظاهرات ايه؟ هو الحقيقة احنا اعتدنا لمدة عام ان من يخاطب الشعب يثبت من التاريخ، ولكن بعد عزل مرسي ظهر لنا من يخاطب فيدخل التاريخ وهو عبد الفتاح السيسي. فكل خطاب لعبد الفتاح السيسي يعتبر خطوة لأمام، يمكن فتح أطلال جديدة للشعب المصري لعبور ما بين اليأس اللي أحبط الشعب كله والرجاء في المستقبل القادم. النهارده عبد الفتاح السيسي ألحق كلمة إن أنا ضد الإرهاب، مين معايا؟ شعب مصر من يوم ما تم ولادة تاريخ هذا الشعب وهو ضد الإرهاب وضد العنف. عشان كده بالذات ائتلاف اباط مصر النهارده يمكن كل الحركات الثورية الحقوقية ومنها القدسية داخل مصر وفي الخارج أيدت ودعمت وتضامنت مع بيان عبد الفتاح السيسي، أو معنى صح بيان القوات المسلحة بلسان حال القائد العام للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، نبذ العنف، وعدم إدخال مصر في نفق الظلام الذي تسعى إليه التيارات المتشددة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، إدخال مصر إليها لأنهم تم عزلهم عن الحكم. وزي ما قال عبد الفتاح السيسي النهارده، أنا عمري ما شفت إنسان كان هنا بيقول يا أنا يا البلد، يا يبقى الجيش معايا يا يبقى ضدي. ده لو إنسان وطني، إنسان عنده فعلا مبادئ وكرامة لهذا الوطن، ما كانش تقول يا أنا يا الوطن. هي دي جماعة الخيانة، جماعة الإخوان. كده ائتلاف اباط مصر النهارده أعلن تضامنه بجميع فروعه ولجانه. يمكن ده خد مننا شوية وقت لأن احنا عندنا 16 فرع و9 لجان، وتم الاتصال بقيادات ومنسقين الحركات الفروع واللجان في حي ساعات 3-4 ساعات عشان اتأخر شوية بين الاختلاف التأمين، عشان كنا كامل الثقة وكل منسق لجنة وكل منسق فرع هيبدي تأييده وتضامنه هذا القرار وهو نفس العنف الإسلامي. هل في قوى سياسية متضامنة مع الائتلاف؟ أنا أعتقد كل القوى السياسية والوطنية ورموز الثورة من شخصيات أو من حركات أو من أحزاب كله بيعلن تضامنه. أصل مين اللي هيقف مع الإرهاب؟ الكل واقف ضد الإرهاب، ضد سفك الدماء على إهدار دم المصري. يعني امبارح بس احنا عانينا من يوم مليء بالدم، وانتهى بتفجير في مديرية أمن الأهلية، والوضع كان سيء جدا. ويطلعوا الإخوان المسلمين يقولوا ده من أفعال الجيش لأنه عايز حاجة تحمي انقلابه. إيه الكلام ده؟ يعني في مين خاين زيكم يقتل في شعبه عشان يحمي؟ لا، مفيش حد بيعمل كده غير الإخوان، وده من الفيديوهات ومن رصد لعمليات قتل من الإخوان بناس من أعضائهم أو من مؤيدينهم عشان يستعطفوا الرأي العام بالذات خارج مصر. فالوضع واضح جدا وبين للجميع. وأنا بس عايز أقول حاجة أو رسالة من ائتلاف اباط مصر عبد الفتاح السيسي: ثق أن الأطباء في ظهرك، لأنك تمثل شعب مصر المتدين الحقيقي بدون اسم هذا التدين إيه كان تدين إسلامي أو مسيحي. أنت تقف في حماية الوطن ضد الإرهاب والأطباء معك. لم ولن يسعد أطباء في يوم من الأيام يتعرضوا في عصور وفي عقود كثيرة من انتهاكات ومن تعديات ومن إرهاب أخيرا التفكيرات في نسبة الدين وبعد كده من الحكم. لم يتلخص طفل واحد في استدعاء أو استقواء بالخارج، في حين الإخوان المسلمين وقبل عزلهم من على الحكم كانوا يعني يتباكوا أمام القوى الخارجية بتدخل وحمايتهم. ده باين قد إيه مين اللي شايف إن الوطن ده موطنه ومين شايف إن الوطن ده مسكنه. فرق كبير قوي
من إن اللي شايف الوطن دوت هويته وموطنه، ومين اللي شايف ان ده مسكن بس ياخد منه كرسي ومنصب وتمويل واستهداف فقط. بشكرك جدا استاذ سيد يوسف. اسمح لي موقع الحق والضلال يتابع مع حضرتك فعاليات يوم الجمعه، طريقه مظاهراتكم، المواعيد اللي هتخرجوا فيها، اكيد هنتابع مع حضرتك لحظه بلحظه. انا بس برجو بعد اذن حضرتك رساله من خلال هذا التسجيل جميع كافه الشعب المصري بعدم ما نخذلش الجيش المصري وعلى راسهم عبد الفتاح السيسي. الشعب المصري ينزل كل يوم الجمعه، ومن اخر الجمعه مش بس بعد الساعه 5، لاثبات ان الشعب المصري ضد الارهاب وغير العنف. بشكر حضرتك مره ثانيه استاذ سيدي، وهنتابع مع حضرتك اكيد. شكرا. شكرا.